عايزة أخد حضراتكم لزاوية عيون وأذان في جريدة الحياة، واللي بيكتبها الكاتب الكبير الأستاذ جهاد الخازن، واللي يعني عنون لها كده الجزيرة تظلم مصر. وبيقول فيها في خطابه للشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر بيدعو لإصلاح ما أفسدته قناة الجزيرة في تغطيتها للأحداث الدائرة في مصر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو ومن قبلها. وأكد جهاد الخازن في مقاله أن تغطية القناة تعادي الشرعية الشعبية في مصر وتخدع الجمهور وتروج للإخوان دون موضوعية. ومن نص المقال يقول: لا يسرني أن أكتب هذا الكلام، فليست لي قضية شخصية ضد أحد، وإنما عندي قضية وطنية تبدأ بمصر وتنتهي بها أيضا، وأجد أن الجزيرة تخدع جمهورها بالدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، فأخبارها عن مصر تحمل وجهة نظر الإخوان وحدهم رغم الفشل السياسي والإرهاب المرافق. كله طلع من تحت عباءة الإخوان المسلمين، ومن ينكره ينكر ضوء شمس الظهيرة. الأستاذ جهاد الخازن معانا من لندن. أستاذ جهاد، بعد صباح الخير بطبيعة الحال. يعني عيون وأذان هذه الزاوية التي لها قراء عديدون تعنون يعني ما تروج له الجزيرة. ما الذي جعلك في هذا التوقيت تقرر أن تكتب عن هذا المشهد؟ ستي، كما قلت في المقال نفسه، أيوة، فكرت أن أكتب هذا الكلام قبل شهر وقبل سنة ربما، ولكن في المدة عندما كتبت كنت في الخليج وأرى محطات التلفزيون العربي كل يوم، وهو ليس متوفرا لي في لندن يعني بسهولة. فبالتالي كل يوم أقرأ مظاهرات حاشدة، الخبر يبدأ بالإخوان المسلمين وينتهي بهم. انظر الى تلفزيون الجزيره، الصور المرافقه للخبر، هناك ربما 100 سيده محجبه يتظاهر، احيانا 100 رجل او رجلين. كيف بدافعوا عن الشرعيه وعن هذه؟ 30 مليون مصري تظاهروا ضد الرئيس مرسي، محمد مرسي. أيوة. الشعب هو الشرعيه، لا توجد شرعيه اخرى اطلاقا. فهذا كله بيتجاهلوه، يركزوا على مظاهرات حاشدة مزعومة، وهم يبثون صورا تثبت أنه لا توجد هذه المظاهرات إطلاقا. فمن البداية وكلنا رأى ذلك أن هناك يعني تركيزا على الإخوان المسلمين، هناك بعض من أنصارهم في المحطة يروجون لهم. حتى عندما سقط الإخوان المسلمون استمروا يتحدثون أنه بكرة راح يرجعوا. مش راح يرجعوا إطلاقا. وأنا أتحدى أي مستمع أن يعود إلي ويقول أنني أخطأت إذا حدث هذا في المستقبل. خلاص، جربوا على مدى سنة وكانت كارثية على مصر اقتصادا وأمنا، والآن أعتقد أن البلد يسير في الطريق الصحيح. حكومة انتقالية، سيكون هناك دستور جديد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، فننتظر النتائج. طيب أستاذ جهاد، يعني يبقى السؤال الأهم في مضمون ما تفضلت به في زاوية عيون وأذان. هل من الممكن أن يستمع الشيخ تميم لما قلته؟ أنا طلبت أعرف أهل الحكم في قطر، أعرف الشيخ حمد بن خليفة، أيضا الأمير الحالي الأمير تميم بن حمد، كنت أراه مع والده ورأيته في الأمم المتحدة، هنأته على الأمارة. وفي مقالي رجوته أن يتدخل، لأنه أعتقد أنه قادر أن يفرق بين الخطأ والصواب ويوجه المحطة. لم أنتقد المحطة بالمطلق، انتقدتها فقط في الموضوع المصري، في الولاء للإخوان يعني وصفع الحقيقة في وجهها. لم أنتقدها في أي موضوع آخر، لم أنتقدها بالنسبة إلى سوريا أو إلى العراق. لم أنتقد أهل الحكم. أعتقد أن الشيخ موزة عقيلة الرئيس، عقيلة الشيخ حمد بن خليفة، سيدة فاضلة تعمل لخير قطر والدول العربية كلها، ولا أقبل الانتقاد لها لأن أعرفها معرفة شخصية. فبالتالي أنا انتقادي مركز على تغطية الجزيرة للأخبار المصرية، ومستعد أن أذهب معهم إلى محكمة في قطر لنرى من هو المصيب ومن هو المخطئ.
أشكرك. يعني حتى فكرة المواجهة استعدادا للوصول إلى المحكمة. سؤال أخير يا فندم، يعني وقع هذا النوع من البث اللي بيرى بعين واحدة على الأقل لدى جموع من تلتقيهم من العرب في لندن، الناس وصلها هذه المعلومة ولا المسألة فيها أنه البعض أسير هذه الشاشة ولا يستطيع أن يعني يرى خارجها؟ أعتقد، مع أني لم أسمع سؤال جيدا، أعتقد أن كل الناس أو أكثر الناس ينطلقون من قناعات الذي يؤيد الإخوان سيؤيدهم مهما حصل، والذي يعارض الإخوان سيعارضهم مهما حصل. في أيام، أرجو أن أكون موضوعيا، في أيام الرئيس حسني مبارك في انتخابات 2010 قلت له مرتين في زاويتي التي نتحدث عنها الآن أن انتخابات غير صحيحة لا يمكن أن تجري انتخابات في مصر يفوز فيها الإخوان بمقعد. المرة الثالثة قلت له أن الانتخابات مزورة. في ذلك الوقت كانت علاقة الإخوان جيدة. الدكتور عصام العريان كان يرسل لي فاكسات يشكرني فيها أخونا معلمنا أستاذنا الكبير. عندما جاءوا للحكم إذا قلنا لهم هذا بقول له كفرت. يا أخي لا، ما كفرت، لكن هذا خطأ. أرجو أنا أن أعتمد يعني على مصادر، لأن أنا في لندن قد أحاكم. في مصر هناك ظاهرة لم أرها إلا في مصر، ناس يقدمون بلاغات يثبت أن هذه البلاغات كاذبة إطلاقا لا أساس لها من الصحة، ومقدم البلاغ يذهب إلى بيته. لو فعل هذا في لندن لكان بلا بيت، لأنه سيدفع نفقات المحامين. قبل أول أمس كنت مع الأخ أحمد شفيق في أبو ظبي. أيوة. كان عم بقول لي أخ جهاد ما بقاش عندي فلوس، كل اللي عملته في عملي في الدولة 50 سنة عم ينفقوا على الدفاع عن نفسه بالنسبة إلى البلاغات. أيوة. حتى اليوم لم تثبت عليه لم يخسر القضية أبدا. بعد عنده قضية واحدة. ولكن الغريب في الأمر أن الذين يقدمون البلاغات لا يحاسبون. كيف يمكن أن يتهم الإنسان بالسرقة باللصوصية أو بالخيانة العظمى وهذا عقوبتها الإعدام، ثم لا يحاسب على ما يثبت أنه كذب بالمطلق؟ فهناك يعني انقسام مع أو ضد. احنا في لندن، أنا عشت في لندن الآن أكثر مما يعني عشت في بيروت. أرجو أن أكون تعلمت شيئا من القانون الإنجليزي، لأن تدريبي الأصلي كان مع وكالة رويتر فعلمونا القانون خوفا من قوانين القدح والدم قبل الصحافة. وأرجو أن أكون تعلمت أن أحاول أن أكون موضوعيا. لا أدعي أنني أصيب كل مرة إطلاقا، لا أحد يعني معصوم عن الخطأ. فبالتالي يعني أراقب الأمور وأحاول أن ألتمس الصحيح. أرجو أن أكون أصيب أكثر مما أخطئ، لا أقول أكثر من ذلك. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي صاحب زاوية عيون وأذان في جريدة الحياة اللندنية الأستاذ جهاد الخازن.